قديسة استحملت تجربة صعبة جدا، ما اعتقدش ان حد يقدر يستحملها زيها ولا يبقى عندها الإيمان القوي ده. هي القديسة دهوم، القديسة والشهيدة اللي ذبحوا بنتها وحفيدتها قدام عينيها وعلى صدرها. تعال نعرف قصتها سوا. بعد ما استشهد جوزها بعت الملك اليهودي يستدعى الزوجة اللي هي القديسة دهوم بنت أزمع من نجران في السعودية، وطلب منها ان هي تيجي عشان تجحد مسيحها وإلا هتموت. وبعد ما جم عشان ياخدوها راحت خدت معاها بنتها وحفيدتها من البيت وراحوا لغاية الملك، واتجمع حواليها ستات كتير جدا، مسيحيات ويهوديات ووثنيات، قابلوها وكان وشها مليان فرحة وبهجة. اتكلمت معاهم في حديث طويل كده شوية وقالت لهم: أيتها النساء النجرانيات، انتوا عارفين ان انا مسيحية وعارفين جنسي وعشيرتي، فانا عندي من الذهب والفضة الكثير وايضا العبيد والإماء، ومش محتاجة لشيء، واتقتل جوزي من اجل المسيح، ولو حبيت ان انا اكون لراجل تاني ففي كتير جدا بيطلبوني، وعندي 40,000 دينار في خزنتي غير اللي سابهولي جوزي من جواهر وحجارة كريمة. لكن أنا النهاردة مليانة فرحة زي أيام فرحي الأول، وزينت بناتي التلاتة للسيد المسيح بدل من جوازهم، وزي ما دخلت مرفوعة الجبين يوم فرحي الأول أنا دلوقتي رايحة للمسيح ربي وإلهي وإله بناتي مرفوعة الجبين كمان. وأول ما شافها الملك اليهودي طلب منها إن هي تقول إن المسيح إنسان، وإن هي تبصق على الصليب وتروح لبيتها هي واللي معاها. فالحفيدة اندهشت جدا من كلام الملك، وكان عمرها 9 سنين بس. أول ما سمعت الكلام ده راحت هي بصقت على الملك وقالت له: يعلم الله إن جدتي أشرف منك ومن أهلك، وعشيرتي أنبل من عشيرتك أيها القاتل ربك. ولما سمع الملك ده راح أمر إن الجدة تترمي على الأرض، وإن هما يذبحوا حفيدتها على وشها عشان يسيل دم الحفيدة في فم الجدة، وبعدين راحوا ذبحوا والدتها على صدر أمها وسال دمها في فمها. وراح قومها الملك وهو في سخرية بيقول لها: ها، ايه رأيك في طعم دم حفيدتك وبنتك؟ راحت قالت له القديسة دهوم: أنا دقته زي ما يكون قربان طاهر ما فيهوش عيب. فراح أمر الملك بأنه يقطعوا رقبتها، وده كان يوم 20 نوفمبر سنة 523. قصة قدستنا النهاردة من كتاب قاموس آباء الكنيسة وقدسيها مع بعض شخصيات كنسية للقمص تدرس يعقوب مالتي. بركة صلوات وشفاعة القديسة دهوم وبنتها وحفيدتها تكون مع جميعنا أمين. لو أول مرة تسمع سيرة القديسة دهوم من نجران ابعتها لكل الناس، خليهم ياخدوا بركة، وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل الساعة 8 مع سيرة قديس جديد.